ما تيجي اخدك في جولة كده في ارخص واجمد فندق في العين السخنة. ولما اقول لك اجمد فندق لان هو واخد ريت على بوكينج 8.4، يعني حاجة جامدة جدا وقوية جدا. نزلت من القاهرة وصلت في ساعة ونص، وصلت العين السخنة. هو في اول العين السخنة، ودي حاجة جميلة جدا، حاجة مميزة بالنسبة للفندق. فندق الماسة. تمام. الفندق ده 5 نجوم. انا دخلت الفندق قلت اصور لكم كل لحظة وكل حاجة في الفندق، الديكورات، الممرات، الاوض. يعني نطلع الاوضة دلوقتي وانا لسه مستلمها اوريها لكم عاملة ازاي. فندق لسه جديد، ده اللي انا عرفت ان هو فندق لسه جديد. فكل حاجه فيه لسه زي ما هي، لسه ما اتبهدلتش. عارف انت تحس ان انت اول شخص ينزل في الاوضه او اول شخص يستخدم الحاجات دي. انا الاوضه بتاعتي كانت في الدور التاني، فهوبا الاسانسير، بص الاسانسير اساسا يبين ان الفندق فعلا لسه جديد. فحاجه كويسه. فكره ان فندق 5 نجوم هو ده طبيعي، طبيعي ان هو يقدم لك الخدمه دي او الجوده دي. فهنطلع واحده واحده هوريكم الاوضه لحظه بلحظه. يلا بينا. عايز اقول لكم احنا اخيرا وصلنا على غرفه 317. بسم الله. انا مش حاطط مايك لان بصراحه مفيش وقت. لسه واصل حالا الحمام جامد، تعرف الفندق نظيف من حمامه. فبص، شاورك، جلك، حركاتك، تكاتك. تفتح هنا خزنتك، برنوسك. فالدنيا لذيذه بصراحه. انا الاوضه عجباني، الاوضه عجباني. الديكورات بص تحس ان الدنيا لسه جديده. كده كده فندق 5 نجوم ولازم يبقى كده. لازم يبقى كده. بص بقى عشان تبقى عارف، الميني بار دي كل ده بفلوس. هتفتح هتاخد اي حاجه هتدفع ثمنها. فور فري. دول مش عارف هنعرف دلوقتي. بص بقى الفيو، ده الفيو. البحر هناك اهو. فالدنيا لذيذة. المطعم تحت هنا ده يعتبر الفندق نفسه. ف حلو جميل. لسه هنكمل تجربتنا. نروح ناكل دلوقتي، رايحين المطعم، هوريكم بقى المطعم عامل ازاي.